السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ علي؟ أتمنى حضرتك تكون بخير. طبعا عايز أكلم حضرتك في موضوع التحليل بتاع الإعلانات اللي موجود في القنوات اللي بتيجي، اللي احنا بنتفرج عليها. يعني الأمريكان في سايكولوجيست ممكن يحللوا وده اللي بيحصل، يعني اللي يحللوا الإعلانات اللي احنا بنتفرج عليها، بحيث إن هما يكاتيجورايز الناس على حسب الإعلانات دي. هو الإعلانات دي، هو في الأول وفي الآخر بيبص على الإعلانات دي كسيجمنت للماركتينج، يعني التسويق. بيقسمه لجروبس، بيقسمه لسيجمنتس. فعن طريق الإعلانات بيعرف السيجمنتس اللي موجودة في مصر عامة. آه، فبالتالي في ناس قاعدة بتحلل الكلام دوت، ودكاترة سيكولوجيين وبتاع والكلام دوت، عشان يعرف ايه مثلا أضعف سيجمنت موجودة في مصر، ايه السيجمنتس اللي موجودة في مصر، وايه أضعف سيجمنت، بحيث إن احنا نقوي أضعف سيجمنت دي والكلام دوت. وهو لو بصينا على العصر اللي احنا فيه ده، الإسلام السياسي هو بيعمل كده. من الحاجات اللي بيعملها اللي هو يدخل الدين أو يدخل الإسلام في السياسة، ويدخل الدين في السياسة والكلام دوت. من الحاجات اللي بيعملها إن هو يحلل الناس بشكل يكاتيجورايز الناس، وده مجموعة معينة، ودي مجموعة معينة، ودي مجموعة معينة، بحيث إن هو في الآخر يقدر إن هو يكون كيور، يعني يقدر إن هو يخترق الناس دي. وده اللي بيعمله في العالم كله، وده اللي بيعمله في أوروبا. إن هو مثلا أضعف ناس إيه هم، مثلا ممكن نقول الترانس، اللي هم المتحولين جنسيا والكلام دوت. فاحنا نقويهم ونعمل لهم ريمبو فلاج، ونعمل لهم أعلام ريمبو والكلام دوت، ونقويهم، ندعمهم بالمال، وندعمهم بكل حاجة، بحيث إن هم يقووا الكلام دوت. نفس الكلام بيحاول إن هو يعمله زي ما عمل في 25 يناير، إن هو أضعف الناس إن هو يقويهم، بحيث إن هم يثوروا على الحاكم والكلام دوت، وفي الآخر يعملوا انقلاب والكلام دوت. و... و... دي لعبته في كل الدول بقى المجاورة والكلام دوت، وكل الدول اللي حصل فيها مشاكل والكلام دوت، بحيث إن هو في الآخر الديمقراطية هي اللي تسود والكلام دوت، عشان هو ده الحاجة اللي هو مصدق فيها، إن هي إنه الحاكم بيجي بالاقتراع، وبيجي بالصندوق، وبيجي بالكلام دوت. واحنا لو بصينا للكلام دوت، يعني ده من أيام سيدنا علي رضي الله عنه، وهو الولاية والخلافة. فالإسلام السياسي هو اللي عايز الولاية عن طريق الاقتراع والصندوق والانتخابات والكلام دوت، والخلافة هو في الأول وفي الآخر ربنا هو اللي بيختار الخليفة. يعني إن كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو عثمان رضي الله عنه، أو علي رضي الله عنه، أو الخليفة العثماني، أو الخليفة العباسي الأموي. كل الخلفاء أو الملوك اللي جم ده عن طريق اختيار رباني، أو الجمهوريين دلوقتي في الوقت الحالي. يعني لو اتكلمنا عن الدولة المصرية، اللي بيختار الناس الجمهوريين اللي ماسكين الدولة، هي في الأول وفي الآخر إن ربنا يعني هو اللي متحكم في كل الكلام ده. ف ف ف ف دي الفكرة بتاعت الإعلانات في الوقت الحالي، اللي هو تحليل الشعب عن طريق الإعلانات، وعن طريق خبراء ممكن يبقوا مصريين، وفي الأغلب يعني بيبقوا مصريين، دكاترة مثلا نفسيين والكلام ده. والدكاترة دول بيحللوا الإعلانات اللي موجودة في القنوات المصرية، دي ام سي، سي بي سي، اون تي في، ام بي سي مصر، الكلام دوت. وبيعرفوا السيجمنتس اللي موجودة في مصر ايه. مثلا اعلان فودافون دوت، بيعرفك السيجمنت مثلا اللي موجودين في مصر، اللي هم بيؤمنوا بالبروسبريتي، وبيؤمنوا بال يعني كل الحياة الجميلة تبقى حياة جميلة 80 سنة بعد كده، هنسبح ربنا مثلا لمدة انفينيتي. في ناس مؤمنة بالكلام دوت، ودي غالبا الناس دي بتبقى ملايكة. ممكن تبقوا هم ملايكة في مناظر بني آدمين، أو في شكل بني آدمين، أو الكلام دوت.
مؤمنين ان هم هيسبحوا في الحياه الانفينيتي، فمحتاجين ان هم يعيشوا بروسبريتي في الوقت الحالي، يعيشوا حياه جميله في الوقت الحالي عشان هم يعيشوا بيسبحوا بعد كده. احنا بنؤمن بحاجه غير كده، احنا بنؤمن الحياه تبقى جميله دلوقتي والحياه تبقى اجمل بعد ما لما نموت. في ناس بتؤمن ان هي بعد ما لما تموت هتبقى تراب، عشان كده بيحرقوا الجثه وبيحرقوا الكلام دوت. واحنا مؤمنين انه انه في خليه في الجسم اللي هي في العصعوص دي ما لا تموت، وده العلم اثبت. في خليه في العصعوص ما بتموتش بالحرق وبالفرم بكل حاجه، وهي دي اللي ربنا هينشئها تاني وعشان نخش الجنه. احنا بنؤمن بالكلام دوت. فاحنا لو قارنا الثلاث منظورات دي اللي انا لسه قايلها لحضرتك دلوقتي، هنلاقي المنظور الاسلامي هو المنظور الجميل، هو المنظور اللي محتاج يتعمل له ماركتينج، هو المنظور تسويقيا ناجح، يعني ناجح 100%. ده لو اتكلمنا بشكل منظور تسويقي. هو طبعا مش محتاج تسويق ومش محتاج اي حاجه، بس انا بكلم حضرتك دكتور، استاذ دكتور في الازهر والكلام دوت. فدي نقطه فكريه. لو اتكلمنا عن الفكر، دي نقطه فكريه ممكن تدرك تحت الفكر التسويقي للاسلام. والاسلام عزيز في الاول وفي الاخر يعني. بس هو لما يجي يسوق لبروسبريتي في ما تيجي نعيش، وكل اعلانات فودافون من كل سنه والكلام دوت بي بيروج للبروسبريتي. ما تيجي نعيش لحظه لحظه، واللحظه دي مش عارف ايه، وبي بي 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 بيبريتش برضو بيبريتش برضو الايكواليتي بين الرجل والست، وجايبين راجل بيغسل مواعين والكلام ده. يعني هي فكره ان هو بيلعب برضو على الست، ان هي لازم تخلي الراجل مساوي ليكي والكلام دوت، يعني اللي هو الفطره المش سويه للايكواليتي بين الرجل والست والكلام دوت. وبيبريتش حاجات بقى اللي هو الفكر الغربي. فودافون دي شركه غربيه، واكيد كل اللي شغالين فيها فكر غربي وفكر ديمقراطي والكلام دوت، ومش راضيين ممكن عن مصر والكلام دوت، او ممكن يعني مش موصرين الاعلان خلاص. وكل سنه كده، وكل سنه يجي حد يحلل الاعلان ويقول لك الاعلان بتاع فودافون ده واو وبتاع ومش عارف ايه الكلام دوت. طبعا ده بكلمك في مستوى الشعب، ومستوى الشعب الكلام دوت ده اللي في الاخر بيؤدي الى لا احنا مش عايزين النظام اللي احنا عايشين فيه، احنا هنثور على الحاكم، احنا هنثور مش عارف ايه والكلام ده اللي حصل في 25 يناير. فاحنا بنتعلم من اخطاء الماضي وبنفكر بشكل مستقبلي والكلام دوت. ففكره ال- الناس اللي بتحلل والكلام دوت، فكره فودافون، اعلان فودافون ان هو يجي كل 5 دقايق، يجي مره ويجي المره الثانيه، ولازم يبقى اخر اعلان في الاعلانات كلها اعلان فودافون دوت. يعني هو يعني احنا في العصر اللي احنا فيه، العصر المادي دوت، الاعلانات بقت بشكل هو بيجيبها لك بشكل حلو، اعلان حلو جميل وبتاع واغنيه ومحمد صلاح ونانسي عجرم ومش عارف ايه والكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده ممكن يزعل ناس مني، يعني عشان هو الاعلان يعني مفرح وبتاع. انا بالنسبه لي هو الاعلان، انت بتفكر تحت رجلك جدا، وبتفكر بشكل كئيب جدا، لما تيجي نعيش اللحظه وبتاع، انت لحظه ايه اللي نعيشها؟ فاهم؟ انت ما تعيش ما تعيش انفينيتي، ما تعيش الحياه الانفينيتي. يعني ما تعيش الحياه اللي هي الانفينيتي. انت لو فكرت ان انت هتعيش اللحظه دي بس وبعد كده هتموت، انت هتعيش لحظه واحده سعيد، هتفكر في اللحظه اللي انت عايشها، انت مش هتعيش سعيد، هتعيش كئيب. فكل بقى علوم بقى الطاقه وعلوم مش عارف ايه، واتكلم حضرتك عن خبره برضه اسريه، يعني انا عايش في اسره يعني والكلام دوت، والكلام ده بيشد ناس قريبه مني والكلام دوت، وبفكر معاهم ونفكر سوا، وبشوف قدامي الدنيا ماشيه ازاي والكلام دوت، وبيأثر عليهم ازاي والكلام دوت، بيأثر على الستات وبيأثر على البنات والكلام دوت يعني. ف... فالكلام دوت ممكن راجل فاهم يأثر عليه برضو بشكل من الأشكال، ويتضايق من الكلام اللي أنا بقوله لحضرتك. فالمهم، أنا بكلم حضرتك شخصيا يعني عشان الكلام ده فكري، ممكن يندرج تحت الفكر والكلام دوت. فبنتكلم بشكل ان هو لا، احنا لو فكرنا في انجلترا لو اكتر من 20 لو 21%
من المنتج اللي بيجي على التلفزيون اعلانات، كده يبقى بنرفع قضيه على القناه دي. احنا ما عندناش القانون دوت اللي هو 20% ماكسيمم، 20% ماكسيمم، 20% يعني 18% شغال، 15% شغال، 10% من الكونتنت اللي بيتعرض على تلفزيون طبعا، والسوشيال ميديا اللي هي اللي احنا بنتفرج عليها. ف 20% من الاعلانات، 20% من الكونتنت اللي بيتعرض على التلفزيون يبقى اعلانات، 20% ماكسيمم، 10% 8% ده النورمال. احنا لما يبقى الاعلانات بتاعت فودافون هو مستغل الحاجه دي، فودافون دي شركه اجنبيه، احنا نعاملهم بنفس اللي هم بيتعاملوا بيه معانا، شركه اجنبيه، لا انت تعمل اخرك اعلانين. انت مش كل شويه تجيب لي اعلان فودافون، مش كل شويه، واخر اعلان في الاعلانات لازم يبقى فودافون، هو لازم يختم بفودافون. خلاص، عايز تبقى اخر اعلان تبقى اخر اعلان بس، ما تجيب مش كل شويه. هو الموضوع مش انت جايب اغنيه ونانسي عجرم ومحمد صلاح بس، انت من كتر ما انت بتعلن الاعلان، انت لو بصيت في السوشيال ميديا 25 مليون فيو في السوشيال ميديا، 25 مليون فيو في 10 ايام. انت بتتكلم في اعلان مصروف عليه يعني كتير جدا في التلفزيون وفي السوشيال ميديا عشان يتعرض. الشركه دي يعني هي بتكسب قد ايه عشان تعرض الكلام دوت؟ لا، الموضوع مش مكسب وخساره على فكره، هو الموضوع معاهم مش مكسب وخساره، الموضوع معاهم برينتر بتطبع فلوس، هو الموضوع معاهم برينتر بتطبع فلوس. فالناس دي تحت الترابيزه يعني مافيا، خلاص الناس دي مجرمين، كل حاجه بقى، كل حاجه تحت الترابيزه، ويجيب لك ماتش كوره وبتاع والفار بيحسب بالملي الاوف سايد والكلام دوت عشان يقول لك ان احنا ماشيين قانوني والكلام دوت. الكلام ده ما مش صح تماما، ده الكلام ده ما بياكلش عيش، الكلام ده كل الكلام اللي هم بيعملوه تحت الترابيزه اكتر بكتير. برينتر بتطبع فلوس، هو ما فيش ذهب تحت البرينتر اللي بتطبع دولارات، ما فيش ذهب، ما فيش غطاء ذهبي. احنا لو بصينا احنا اللي المفروض نعمل الكلام دوت. احنا المفروض يبقى عندنا برينتر بتطبع فلوس، انت حضرتك لو نزلت تحت بيتك وحفرت شويه هتطلع ذهب، فده معناه فلوس، ده معناه انه حضرتك ممكن يبقى معاك برينتر تطبع بيها فلوس على فكره عادي جدا، يعني تحت الاهرامات وتحت الرمل اللي احنا عايشين فيها دي كلها ذهب. فان انت يبقى عندك برينتر تطبع فلوس دولارات تغرق العالم، ده حاجه طبيعيه جدا. هو واخد الفكره دي وعاملها عنده، ان هو عنده غطاء ذهبي مش موجود في عنده، وهو عنده في الاخر برينتر بيطبع بيها عشان يعمل اعلانات 25 مليون فيو في 10 ايام، اعلان فودافون صباح الفل. الكلام ده ان انت تطبق عليه قانون ال 20% وال 8%، انت اخرك 8% تعرض اعلانين. انت بقى فودافون مع اورنج، مع يعني فودافون واورنج والكلام ده، انت لو جيت يعني احنا بنتكلم عن اعلان فودافون عشان كل سنه بيجي اعلان فودافون نفس الاعلان، اعلان برضو بيتكلم على البروسبريتي وبيتكلم مش عارف ايه، ومره يجيب لك مش عارف مين ويجيب لك اشهر ناس، عمرو دياب، ليلى علوي، مش عارف مين الكلام دوت، ويجي يجيب لك الاعلان كل شويه. انا زي ما بقول لحضرتك، الكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده ممكن يزعل ناس، ممكن يخلي ناس مش فاهمه انا بتكلم في ايه اصلا، بس انا بكلم حضرتك انت شخصيا. فاتمنى حاجه قانون زي ده يتطبق على الاعلانات، بالذات اعلان فودافون اللي بيجي في رمضان، اكتر من 25، اكتر من 30. يعني احنا لو اتكلمنا عن الاعلانات اللي موجوده في فودافون بس، مش الفكره مش فلوس على فكره، مش الفكره ان القناه بتاخد فلوس على الاعلان يبقى انا عرضتها على الاعلان، لا معلش، نحط لها قانون، القانون ده يتحط على فودافون تحديدا، الناس اللي شغالين في فودافون والكلام دوت. فكرة إنه هي تعلن إعلانات دي عمالة على بطال، لا الفكرة دي غلط تمام. أتمنى إن تكون فكرتي وصلت. أنا اتكلمت في 3 حاجات، اتكلمت في تحليل الناس الأمريكان، دكاترة مصريات
بيحللوا المجتمع المصري شكله عامل ازاي، ويقدموه للصهاينة عشان هم شغالين مع اليهود عادي. بيقدموه للصهاينة، والصهاينة بقى بيحللوا الكلام دوت، يقول لك الشعب المصري ده عبارة عن كاتيجوريز، الكاتيجوري أضعف كاتيجوري يبقى نركز على أضعف كاتيجوري عشان في الآخر يعملوا ثورة على في مصر. دي أول نقطة أنا اتكلمت فيها. تاني نقطة اتكلمت فيها الإعلانات ما تبقاش أكتر من 20% بالنسبة لفودافون. خلاص إعلانات بقى تانية فريش مش فريش الكلام دوت احنا ملناش دعوة، دي شركات مصرية، العربي فريش الكلام دوت صباح الفل. احنا بنتكلم على الشركات الأجنبية، خلاص اللي إدارتها أجنبية، 51% أجنبية، حتى لو 49% أجنبية. فودافون، أورنج، دخلت إي أن تقريبا في الموضوع ولا إيه، أنا مش عارف. كل بقى الشركات اللي بتستخدم الإعلانات بشكل سلبي جدا، بتستخدم الإعلانات بشكل سلبي، إن هو مفيش قانون للإعلانات، فأنا أحط إعلانات بمزاجي بقى، أحط 15 إعلان في ظرف البريك اللي بيجي بين الحلقتين. ده الكلام ده مش صح تماما. وأتمنى لك كل الخير يا دكتور، وأتمنى حضرتك تبقى فهمت أنا عايز أوصل لحضرتك إيه، وأتمنى لك كل الخير، وشكرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا والسلام عليكم.